بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. من مطبخ مجيدة النهاردة إن شاء الله هنعمل معاكم، وإن شاء الله كده هعمل معاكم فراخ صينية، وهعمل معاكم برام رز مدسوس. طبعا أنا النهاردة هطب عليا أخويا، فقلت هعمل إيه أكل النهاردة. أخويا طبعا جالي، وربنا يشفيه يا رب كده ويخليهن ويديه الصحة يا رب. طبعا انا قلت بقى ايه هعمل ايه اكل النهاردة. اسهل اكل هعمله ان هو سريع، يعني ان انا هعمل صينية بطاطس واعمل ايه برام رز. تمام. طبعا انا حاطة مية وليمون على غسلتهم غسلة كويسة وعصرت عليهم ليمون. طبعا هنا انا معايا رز ومعايا لبن ومعايا بطاطس ان شاء الله كده هعملها تحت الصينية. هنا بقى بصوا عصرة ليمون على على الفراخ. بصوا غسلتها طبعا الأول غسلة جميلة، ورحت ايه جايبة لها بقى حط لها عليها شوية جنزبيل وشوية ملح. طبعا حطينا شوية ملح هنا، وهحط عليهم شوية جنزبيل. الجنزبيل طبعا بيشيل الزفارة من الفراخ، بيخلي الفراخ جميلة جدا. اسيب بقى كده احطهم في الجنزبيل والملح والليمون واسيبهم شوية، ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعضينا كده واحدة واحدة، ونصلي على رسول الله كده ومتنسوناش بقى باللايكات تفعيل الجرس عشان اعمل لكم كل جديد. اخواتي وحبايبي لا ما تحرم منكم ابدا يا رب. طبعا انا هنا جايبه كيلو لبن وكيلو رز، ده كيلو لبن وده كيلو رز. تمام. تمام. طبعا انا هعمل برام الرز مع الصينيه، ادخلهم كلهم الاتنين في الفرن مره واحده. طبعا انا هنا معايا 5 بطاطسات هحطهم تحت الفراخ في الصينيه. تمام. تمام. يلا بقى نعمل الخلطة اللي هي هنعمل بيها صينية البطاطس اللي هدبل بيها الفراخ. طبعا انا هنا معايا 3 بصلات حلوين، معايا 3 طماطمات هحطهم في الكبة عشان اعمل بيهم الفراخ. تمام. تمام. هنا بقى اللي نحط البهارات، معايا شوية ملح، معايا بهارات 7 بهارات فراخ، معايا فلفل اسود، معايا حتة شطة من اللي انا عملتها معاكم، ومعايا شوية زيت، ومعايا شوية دبس رمان طبعا هنزلهم كده. والحاجات دي كلها طبعا كده همسكها ادهن بيها الفراخ اللي انا غسلتها كويس. طبعا بعد ما حطيتها في الجنزبيل والمية والليمون غسلتها كويس. هنا بقى رحت مقطعة البطاطس حطها في قعر الصينية عشان احط عليها الفراخ. تمام. جبت بقى الفراخ بعد ما غسلتهم وبعد ما بقى عملت التتبيلة بتاعتهم. طبعا انا هحط بقى عليهم التتبيلة ديت من بره ومن جوه كده ادبلهم كويس جدا. بصوا التتبيله جميله قوي قوي قوي، ريحتها جميله جميله جميله. طبعا انا هقلب بقى الفراخ كده واحط برضو جواهم كده عشان يبقوا طعمهم حلو، يشربوا من التتبيله اللي انا عاملاها ديت. بصوا الجمال والحلاوه تحفه. واللي هيفضل هحطه بقى ايه على البطاطس وعلى الفراخ برضو، واسيبهم بقى كده ايه ياخدوا ويدوا كده شويه، وبعد كده ادخلهم ايه الفرن. عفوا. بصوا الجمال، الريحة هنا ايه مش هقول لكم على الجمال. طبعا احنا عملنا الفراخ، يلا بينا بقى نعمل ايه برام الرز. بصوا هنا الفراخ جميلة جدا جدا جدا، والله العظيم ريحتها تشهي. يلا بينا هنا بقى نعمل الرز. غسلت الرز طبعا غسلة حلوة. وطبعا هنا انا هغلي اللبن على النار عشان احب انا اللبن انزله سخن على الرز عشان يغلي بسرعة وادخله الفرن، فما يغيبش بقى في الفرن. هنا بقى هحط الرز في البرام كده انزله. حطيت بقى شوية ملح، شوية فلفل اسمر، معلقة سمنة كبيرة كده بلدي عشان يديله طعم حلو. اقلب بقى الحاجات دي كلها كده في بعضيها. هنا بقى انا اكون ايه بقى غليت اللبن. هنزل بقى اللبن بعد ما غلى كده هنزله على الرز. هنا حطيت برضو شوية زيت عشان يلمع الرز خليه خفيف كده وجميل. هنزل بقى باللبن، اللبن غليته طبعا هنزل بيه. بصوا
بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. ألف هنا وشفا على اللي هياكل، وربنا يحسن ما بين إيدينا وإيديكم إن شاء الله. بصوا الجمال والحلاوة، ألف هنا وشفا على اللي هياكلوا. متنسوش بقى تدعوا لإخواتنا الفلسطينيين، ربنا يبارك لهم يا رب ويكرمهم ويفك كربهم. والله يصعبوا على الواحد، وحياة ربنا يصعبوا على الواحد. طبعا هنا بقى بعد الأكل ما استوى طلعته. بصوا الجمال والحلاوة. بصوا هنا بقى بعمل رز، وبصوا هنا صينية البطاطس تحفة تحفة تحفة. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. بالله عليكم ما تنسوني باللايكات وتفعيل الجرس عشان اعمل لكم كل جديد. طبعا انا الواحد زعلان عشان اخواتنا الفلسطينيين، ربنا يا رب يتولاهم من اللي هم فيه. و... و... اقول ايه بس، الواحد زعلان على المناظر اللي هو بيشوفها دي. والله الواحد زعلان على العيال الصغيرة والدنيا. يعني ربنا يتولاهم من اللي هم فيه ويفك كربهم يا رب، ويرحم موتاهم ويشفي مرضاهم.